هل ممكن شريف عبد الفضيل يلعب في الزمالك؟ غريب السؤال ده، فاجئتني بيه. فاجئتني. لا ما اعتقدش، ما اقدرش. صعب. ما اقدرش، لا صعب. ما اقدرش اسالك السؤال ده. لا بس هقول حاجه، انا بقدر نادي الزمالك وبحترمه طبعا. لا دي قصه بره اي لاعب يتمنى يكون موجود في نادي الاهلي او نادي الزمالك. بس دي بترجع اللاعب وهو صغير او اسرته ايه وهو اتربى على ايه وحابب ايه. العرض المالي ما يخليكش تفكر؟ لا يعني زي ما قلت لحضرتك، موضوع الفلوس مش كل حاجه في الكوره. يعني اي واحد بيفكر ان بيروح الحاجه اللي بيحبها. لما العب لنادي ان انا بحبه، النادي اللي انا طلعت من صغري عايز العب في النادي الاهلي، اهلي كلهم اهلاويه وهم اللي ربوني على كده، دي بتفرق احسن من ان انا ابص للفلوس. ان وقت الفلوس انت يعني هتاخد فلوس بس ممكن ما تديش كل اللي عندك ولا من قلبك للنادي اللي انت بتحبه يعني. نطلع فاصل. الزمالك ده خلاك تفكر شويه والفلوس وبتاع. هنرجع نحسب الفلوس فين. هو هيرجع في قراره. هو بيفكر يعني لو عرضوا هنشوف القصه دي. نطلع فاصل ونرجع تاني.